كولر فقد ثقته في نفسه. بمعنى ايه يعني؟ بمعنى ان هو دلوقتي مش قادر يدير ال90 دقيقة بحنكة، لانك انت جبت الجون في الدقيقة 87. صحيح. عايز ايه من الماتش؟ عايز ايه تاني من الماتش؟ واخد بالك؟ العب على الهجمة المرتدة ال3 دقايق دول ولا لا؟ يعني انا اسال الشناوي عليها. الشناوي واللعيبه اللي لا واقفه بص، هي بتحرس الولد اللي بيشوط. حبيبي مش بتحرس، هي اتعملت هات وخد ضربت الفرقه والراجل هي الكره تحت رجله حطها. الشناوي بيحط ايده فيها ازاي؟ ده راحه ضعيفه جدا مش راحه صاروخ. انتوا بتخافوا تقولوا الكلام ده، انا ما بخاف. بالنسبة لكولر يا كابتن رضا، أنا أختلف مع حضرتك. كولر هيعمل إيه في مباراة زي ديت يا كابتن رضا؟ كولر وصل اللعيبة أكتر من 6 مرات، 6 انفرادات يا كابتن رضا ضاعوا في المباراة. المدير الفني هيعمل إيه؟ هيلبس شورت وفانيلا وينزل يلعب؟ هينزل يشوط الكور مكان اللعيبة؟ ده فيهم كورتين يا كابتن رضا ضاعوا والجون فاضي يعتبر. ده حسين الشحات بيشوط الكرة في السماء والجون فاضي يا كابتن رضا. كولر هيعمل ايه؟ يا حسين يا شحات، عاوزينك ترجع زي ايام ما كنت بتجدد العقد، لعبت 6 7 مرات ايام ما كنت بتجدد عقدك مع النادي الاهلي 10 على 10، ورجعت حسين الشحات بتاع العين الاماراتي، رجعت تاني مستواك هبط ليه مش عارف. كمان بقيه اللعيبه يا جماعه، الفرق بين انك تلعب في النادي الاهلي وتلعب في نادي تاني يا جماعه المهاره، يا جماعه المهاره في انهاء الكره، المهاره وانت بتشوط الكره. انما تشوط الكره كده كانك بتحدف طوبه وتضيعوا 6 كور ما يضيعوش في مباراه زي ديت قدام منافس زي ده اللي هو يانج افريكانز. ده شيء ما ينفعش، وكده مش هتحسم المباريات الكبيره. المباريات الكبيره بتتحسم بهجمه واحده، فما بالك مباراه زي دي تضيع 6 انفرادات؟ يعتبر مش معقوله وحاجه مش مقبوله من لعيبه النادي الاهلي. والاخر بعد ما تجيب الجون وفاضل 3 4 دقائق يخش فيك جون بالشكل ده. مدافعين النادي الاهلي عيب عليكم، عيب عليكم اللي حصل ده، ان يتقسم عليكم وان يتلعب عليكم كده قدام منطقه الجزاء. ده شيء عيب، عيب يا رامي يا ربيعه، عيب يا بقيه الدفاع. ما ينفعش يتعمل فيكوا كده من فرقه زي ديت. كمان يا محمد يا شناوي، انت بتصد الصعب وشلت كور في المباراه، ولكن زي ما بتشيل الصعب يا كابتن شيل السهل كمان. الكره سهله جدا، الكره من على حدود منطقه الجزاء، الكره ملعوبه بالراحه ويعتبر في زاويتك مش عارف هي دخلت ازاي بالشكل ده. بصراحه فيك حاجه يعني تجنن. والانفرادات اللي ضاعت يا جماعه، يا جماعه ما يصحش يا جماعه. ده انتوا الاهلي السنه دي بصراحه اداء سيء جدا. انما يا كابتن رضا كولر في المباراه ديت ما نقدروش نلومه عليه. هتلوم عليه ايه؟ بنقول لك وصلك 6 مرات انفرادات، هيعمل ايه تاني الراجل؟ الراجل ليه يوصلك للجون ووصلك للجون مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، هيعمل ايه تاني؟ انما اللعيبه في حاجه، لعيبه النادي الاهلي اسمها تلعب الكره شب من فوق الجون، تهوش للجون وبعدين تلعبها، تخليه يروح يمين وتلعبها شمال. انما دب 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 في الجون، في جسم الجون، في جسم الجون، في جسم الجون. زهقنا بصراحه وتعبنا. ايه ده يا طاهر يا محمد يا طاهر وغيره وغيره وغيره؟ مش معقول يا جماعه كده. عاوزين تركيز شويه. اللي بيحصل السنه دي من اللعيبه ده مش طبيعي. لازم قرار حاسم من مجلس الاداره. السوشيال ميديا والكلام الفاضي ده واللعيبه تنزل حاجات ده يتمنع حتى شهر عشان اللعيبه تركز، عشان اللعيبه ترجع لحالتها تاني. ولاعيبه النادي الاهلي غروركم اللي هيوديكم في داهيه، ثقتكم في نفسكم ازاي ده اللي هتوديكم في داهيه. الكره مش كده خالص. احنا كنا ساعات بنبقى الطرف الاضعف في مباريات وفي سنوات وبناخدوا بطوله افريقيا. ليه؟ بالمجهود وبالعرق وبالشجاعه وبالقوه، مش ان انت تكون اقوى فريق في افريقيا يبقى خلاص هتاخد جميع البطولات. لا 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 لا، ده الموضوع ده بيحتاج مجهود، بيحتاج عرق جبين، بيحتاج كفاح، بيحتاج تركيز. وده اللي احنا مش شايفينه السنه دي خالص منكم، لا في الدوري اللي ضيعتوا منه 4 نقط، ولا في بطوله السوبر اللي ضاعت، ولا في دوري السوبر اللي ضاع. ولسه حتى المباراه بتاعت يانج افريكانز دي، تضييع الفرص بالطريقه ديت حاجه تزعل جدا وحاجه تحزن جدا. كاس العالم جاي لكم خلاص كمان 10 ايام ولا بتاع، هتروحوا تلعبوا ماتش في الجزائر ده وبعدين تروحوا تسافروا كاس العالم. رجاء منكم، رجاء منكم التركيز، التركيز الكامل في المباريات اللي جايه، وتاخدوا الامور وضعيه الجد، والتركيز في انهاء الهجمات، لان انهاء الهجمات بقى كارثه عندنا في النادي الاهلي. بنضيعوا جوان عددها بالكوم بصراحه ومش عارفين نحسموا المباريات. ده مباراة يانج افريكانز دي اقسم بالله كانت خلصت 4 و5 لو عندنا ناس بتعرف تحسم، بتعرف تنهي الهجمة. انما بكل اسف، بكل اسف انتوا يا لعيبة النادي الاهلي مزعلين جماهيركم. رجاء التركيز.
رجاء من حضراتكم الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس.